بالماده الدهنيه بتاعتك، وتحطي طبقه الجلاش وماده دهنيه لحد ما تخلصي نص كميه الجلاش بتاعتك. وبعد كده بتكوني جايبه الهاند بلندر ضربه المكسرات بتاعتك نص ضربه خفيفه، ايا كان نوع المكسرات ايه، كل واحد هو مقدرته. مكسرات بندق، لوز، يعني ايا كان نوعيه المكسرات. تمام. وبتحطي برضو طبقات الجلاش وتدخليها الفرن، تطلع برضو تسقيها بالشربات البارد وبألف هنا. استاذ احمد من استاذ احمد. الو. الو. اكلك حلو يا شيخه. الله يخليك يا احمد، ده احمد حد صغير. عايزه اقدم سلام لعم كامل بدران وعم مصطفى بدران. حاضر. وصل. شرفتني يا احمد. شكرا يا حماده، اصغر مشاهد عندنا. نرجع بقى وصفتنا، وصفه الفوتشيني الجمبري والمشروم. معانا شرايط، دي المكرونه اللي هي مكرونه شرايط، دي مكرونه مش سباكيتي، بتبقى مكرونه شرايط عريضه. تمام. في منها انواع كتير، بنجيبها وبنسلقها. تمام. وهيبقى ننزل بقى المقادير على الشاشه. ربع كوبايه زبده طبيعي، و2 فص ثوم، 2 كوب كريمه لباني، ومكرونه شرايط، وجمبري، ومشروم، وريحان فريش او مجفف، ربع كوب جبن شيدر، وملح وفلفل اسود. نقول المقادير تاني: ربع كوب زبده، و2 فص ثوم، 2 كوب كريمه لباني، مكرونه شرايط، جمبري، مشروم، معلقه ريحان، ربع كوب جبنه شيدر، وملح وفلفل اسمر. هنبتدي نعمل ايه؟ نجيب الوok بتاعنا. فين هو؟ نجيب كده ونحطه على النار. تمام. هنبتدي نجيب الزبده، بس الوك يسخن بس شويه معانا. عايزين افكركم بس في اول وصفه احنا عملناها، عملنا شوربه الكوسه بالسبانخ. شوربه كوسه بالسبانخ. طبعا في ناس بتجيلي تعليقات، انا على فكره هعمل لكم كمان وصفه تانية بالسبانخ، طرت بالسبانخ والفراخ كده. طرت جميل قوي بيتحط في بايرق، يعني مش هحرق لكم الوصفه، بس تابعوني في الوصفات. كل دوت عشان دكتور احمد عبد الباري قال لنا السبانخ حاجه مغذيه جدا جدا جدا، انا عايزين نعرف فوائدها برضو تاني منه ان شاء الله في الفقره الثانيه. كوسه بالسبانخ عباره عن كوسه وسبانخ وبصل وملح وفلفل وحبهان وورق لوري ومرقه لحمه او فراخ. تمام. هي الشوربه دلوقتي معانا على النار. استاذه مياده. نعم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو ألو. استاذه مياده، اتفضلي. انا عايزه اعرف طبخه طبخك حلو قوي. شكرا يا حبيبتي، تسلمي. مياده انت عندك كام سنه يا مياده؟ انا عندي 11 سنه. انت خلصتي امتحانات بقى ولا لسه؟ خلصت. سنه كام؟ انا في سنه 5. طيب. يلا بالتوفيق يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. تمام كده، احنا الشوربه معانا بتغلي والوك بتاعنا بس يسخن. هنحط الزبده، زبده طبيعيه. وهناخد الثوم، استاذ رجب. الو. ايوه معاك. الو. ايوه معاك. اتفضل اتفضل حضرتك، هوا اتفضل. البرنامج والله حلو قوي فعلا، يعني عجبني. اتفضل يا فندم. البرنامج والله حلو فعلا، بس انا على طول يعني عشان خاطر بحب يعني ايه ان شاء الله، يعني عشان يعني في حاجات حلوه قوي يعني. شكرا لاتصالك، ميرسي قوي، شكرا. احنا حطينا الزبده الطبيعيه وحطينا الثوم، وهننزل بالجمبري ده، نص كيلو جمبري متقشر. هنشوحه كده. ريحه الثوم مع الجمبري رهيبه، رائعه رائعه رائعه. يا دوبك بياخد الجمبري، ما بياخدش غير. تمام. الجمبري ما بياخدش يا جماعه حاجه على النار، هم حوالي 3 دقايق